أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشوان هجاد برنامج نودم لسر پیش بریونه برنامه لسر عقیده اسلامیه دوی مجار دجی ام لسر عالم برزخی عالم قبری که احوال انسانت ده بچی شکلیه ام لسر ویت سکنن دوی خصوصی دجی ام لسر ویت سکنن در سامه ایرو لسر ویه که خوندنا مثلا انسانک يعني دعاء بك ياخذ استغفار بك ياخذ قرآن بخوينه يا جي مثلا صدقة كي بدا مريه خورا كعجبا أفدق هجا مريا يا ناقي جمريا أم لسرفيت سكنن القراءة على الأموات والانتفاع بها خوندنا لسر مري مرد چه مثلا لسر قبرا مثلا انسان ياسين يتخوينه جمريه خورا سر قبرا ويتخوينه وياخد ياجي المال يتخوينه عجبا خيرا في خوندنا هاني دي جمريه يانا ياجي دعاء جوارد كي يا صدقه جوارد ده القراءة على الأموات والانتفاع بها وبسائر الأعمال كالصدقة وغيرها. قال الله تعالى: ربنا اغفر لنا ذنوبنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. خد تعالى القرآن ده بيان كريا قوتيا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أبيا بالشكل مدحي خد تعالى وصفه مؤمنة دايم قوتي مؤمن دبيجن يا ربي تقنهي ما بغفريني وقنهي وابراي مي مسلمان كو بري ما إيمان آنينا ومرنا وچونا يا ربي تقنهي واجب بغفريني. تتحقي إنسان مسلمان دا إيكو إيمان آني بين يا ربي تكينو بغضا ونخي قلبي مدى تحقي وادا تكينو بغضا وابراي مي مسلمان كو مرنا وفات كرنا تشونا تكينو بغضا ونخي قلبي ما ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ربي رؤوفي رأفتاتا شفقتاتا عبادتي من رزحفة وترحيمي تخدي مرحمتي رحمات السر عبادتي مؤمن زحفة. أبيا نص آيتي كوفا دعاء كرنا جمريارة كمرب يا ربي توان عفوك يا ربي توان بغفريني أبيا هانيك مشروعة يعني فيا هاني بالنص قرآن أبيا مشروعة مرب جمرية خورت كار دعاء بك وفايدة ودعاية مرفجي جمرية مرفرج إنساني كو مرفج وارا دعاتك جوان رحية. بأجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم. جبر في آية جي وهنا قال لك حديث جي هنا علماء إجماع كرنا كو دعاء كرنا جمريارة فايدة مريادة ده ويصلهم ثوابه خيراوي دعاء جمريا. واحتجوا بقوله تعالى بفي آياتها هناك دليل خوانين وعلماء يكون سرفي خصوصي إجماع كنا دليل وأفبويا والذين جاءوا من بعدهم أبانيكو بيرهاتنا يقولون دبيجن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يا ربي تما بغفريني وابراي ميكو بري ما إيمان آنينه توانجي بغفريني. بجفي آية هانيكو القرآن ردر باز دبا علماء السرفي إجماع كرنكو فايدات دعاج مريا رحية. أو كهاند أذكار إمام النووي ردر باز دبا تشتي ما قوتيد أذكار إمام النووي ردر باز دبا وكتاب الروح يا ابن قيم وكي ديجي دقالك جي ديرة جي عفكانية كتاب إسلامي در باستبه
وأخرج الإمام أحمد في المسند، إمام أحمد أويد مسند أخوانا في كتابي مسند هي، وأبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي جي رواية كرنا، وابن حبان وصححه ابن حبان، قلت يا أباها صحيحة، وصححه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال برسول الله صلى الله عليه وسلم بفي شكل قلت يا اقرأوا ياسين على موتاكم، ياسين السر مريخ وبخين بقص راوية هاني معتبر كتاب راوية معتبر بحضر رواية كرنا كو پیغمبر ما قلت ياسين السر مريخ وبخين. وقال الإمام أحمد في السند أيضا حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان أن المشيخة كانوا يقولون إذا قرأت يعني ياسين على ميت خفف عنه بها. وان علماء يعني إمام أحمد وان رواية كرنا جقلك علماء إسلامي كو قوتنا وقتا كل سر مريك ياسين ورا خوندني اگر دا عذاب دا بجي او عذابي ويل سري سفكت به، يعني فايدة خوندنا قرآني فايدة ياسيني بالخاصة جي مريارة هي. وقال محب الدين الطبري، محب الدين الطبري او جي عالمك كي زحف مزنا راوي كي مزنا المراد الميت الذي فارقته روحه، قلت يا مراد جميتي اويك ورحي ويش بدناوي دركتيا مريا. وحمله على المعتضر قول بلا دليل. هناك علماء وها قلتنا اويك دبي پیغمبر قلت ياسين يسر مريا خو بخوينين، يعني اويك دبر رحديا اف انساني كو رحيوي دبر رحديا هي رحيوي تماميش بدناوي درنكتيا كتيا بر رحدة ده حالي سكرات ديه او قوتيه او انسان هانه كي پیغمبر غايا کو قوتيه لسر مريه خو ياسين يقول قوتيه جوان ريه هل بكي اويا قوتنا كدليلا ويتنا لو را ميت اويكو رحيوي تماميش بدناوي دركتيه ده زمان عربي ده كابام دبي ميت اي مري ايكو رحش بدناوي تمامي دركتيه جبر في وقتاكو انبيجن غاية جميتي أبيكو دبر رحدة يا أبي دبر رحدة نميتة، أبي دبر رحدة محتضرة أو نميتة. جبر وينا أف قوتناها أف تأويلها أف معناها غير الدليل اكتني. وروى البيهقي في شعب الإيمان عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ياسين ابتغاء وجه الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه فاقرؤوها عند موتاكم. إيكو ياسين بخينا جبور زاء خده تعالى تشتي قنهيوية درباز دبا عفود به. پیغمبر ما في قوتية ياسين السر مريه خواه لبا مريه خواه بخينا، يعني هنا سر قبراوي ياسيني لسري بخوينه وياقوت يكي رحيش يعني رحش بدناوي دركات لسري بخوينه. طب يد بر رحده بجي مرب لسري بخوينه خلنا قرآني البا صاغاجي البا مرياجي يد بر رحده بل با هر كسي فايداوي هي لو رجيه مرب قرآني لي تخوينه رحمة دباره جبركو رحمة دباره مرب لكودي بخوينه رحمة الويد دباره جبروي للتجيكي خلنا قرآن ممنوعة. وأخرج أبو محمد السمرقندي في فضائل قل هو الله أحد. أبو محمد السمرقندي وجزات كي زح مازنا فضيلة قل هو الله أحد والرافعي في تاريخه والدار قطني كلهم عن علي كرم الله وجهه تماما براوية هنيج إمام علي خذ تعالى وجهه مكرم بك جي رواية كرنا قالت بإمام علي قوتية من مر على المقابر كسي كدبر مقبرار درباس ببا وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة يازدجر قل هو الله بخينا ثم وهب أجرها للأموات بشر خيراوي جوان مريوي مقبريرا ومزاريرا
خيرا وجوان را هبه بك هديه بك أعطي من الأجر بعدد الأموات بقاسي وامريه كدوي مزاري دانا خود خيري جوي إنساني ردن في سينا بفي شكل هانيكي اگر كو خيرا وان خواندنا قل هو الله أحد نگيشتا وامريا دوی خصوصي ده إمام علي ندگو وقتا چونه ناف قبرا ناف مريا مثلا قل هو يازده جارا قل هو الله أحد جوان ربخوين وخيراوي هبي وان بكن. وأخرج أبو القاسم الزنجاني أبو قاسم الزنجاني ويجي رواية كي في فوائده عن أبي هريرة رضي الله عنه نابي كتاب كي هي فوائد ويجي أبو هريرة رواية كي خدي راضي بنا خليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله وها قوتيا من دخل المقابر ثم قرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وألهاكم التكاثر سورة فاتحة سورة قل هو الله سورة ألهاكم التكاثر وان سورة بخينا ثم قال إني جعلت ما قرأت من كلامك لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات يا ربي أفتشتي مخواندي از حبادك وان هانكي از حبي روحي وان مرياتك وان مريات شبيرك كالزلام أبي من مسلمان كانوا شفعاء له إلى الله تعالى أو مري جير البا خده تعالى رجاء قيامت جوي إنساني رد بنا شفاعتش. وروى حذيفة بن اليمان حذيفة بن اليمان صحابية أبي الرواية كريم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالت برسول الله قلت من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة كسح هزار جاري قل هو الله بقينا فقد اشترى نفسه من النار أوي خوش آقري جهنمي كري يعني أو إنساني هاني ناكب مثلا آقري جهنمي ده أو رحي يعني خوش آقري جهنمي كري يعني خوش يعني ناكبي ذكره في جامع الصغير أفجي الجامع الصغير دويدي ده أف حديثة هاني كي درباست به. وفي كنز العمال ده كنز العمال ده وهذا درباست به قال العزيزي تبي عزيزي قوتي قال المناوي ويجي قوتي مناوي أف جامع الصغير كتابة إمام السيوطية أف جامع الصغير شرح كريا نابي شرحاويجي فيض القديرة آئدي دوي فيض القديرة خد إمام مناوي قوتي وينبغي قراءتها لذلك عن الميت أبيا مرف جيكي كمري بجي مرف رابا جيرا حزار جاري قل هو الله مرف بقوينا مرف رحي حبي وينا بك أو إنسان أجر لسر إيمان مربا خده تعالى ويش أجري جهنمي ذكرى آزادك. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان بيهقي شعب الإيمان نابع كتابة إمام بيهقية والديلمي عن ابن عباس ديلمي روايات كيجي ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الميت في قبره إلا شبه الغريق المتغوث ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو ولد أو صديق إنسان يكون مريبا وك يكيكو كتبة آوي مثلا يكيكو كتبة مثلا يعني البرخن قاندنية كتبة بحري البرخن قاندنية ودكا هوار جبو هنا كورن ده هوارا ويدا وي خلاص كان لهيفيا دعاكية يكيكو جيرا دعابك الهيفيا دعاكية كو يك دعاء وك يكيكو دستي خبابي جيبيج آوي خلاص كان الهيفيا دعاك ياج مثلا باوي وي ياج دياوي وياخذ جيج أولادي وي ياج دوستكي وي إذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها وقتك ودعاك يكيج دوستكي وي ديا ياج باوي ياج كيد ببرابة وقتا بيجي جيدا أو إنسان أو دعا جيرج دنيا وملكيتا دنيا تفي بقيمته. وأن الله لا يدخل على أهل القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الجبال
لسر أهل قبراج دعاء إنسان صح خود تعالى وبقاسي تشيا خيراج وان را دشينه. أمثال الجبال وأن هدية الأحياء إلى الأموات الاستغفار لهم. هدية صاغا جمريارة يعني مريكو بخواز صاغ بخوازن هدية كي جمرية خورا بشينن يا أن بقيمتكو جوان را استغفار بك. يا ربي تمريه معفوك، يا ربي توي بغفرين، يا ربي ديان بابي ما تكي مريه كو مرف تخوازه خيراوي مرف جيرا استغفار بك هدية جوي بقيمة ترتميه. وأخرج الطبراني طبراني جي أو جراوي كما ظنا في الأوسط والبيهقي في سننه بيهقي جي السنن كتاباوي هيا دورد الرواية كريا عن أبي هريرة أبو هريرة الرواية كريا رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وهاقوتي إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذا. خذ تعالى عبدي إذا إنساني كو كتنا جنتي ده خذ درجة وان روج بروج الجنة بلندك أو إنساني صالح كو جنتي ديد بيا ربي أف خيره أف درجة مرش كوتين أف خيري هاج مرش كوتين كو بوان درجة بلند به. فيقول جيرتي قوتن باستغفار ولدك لك. اگر باف با كو أولادي بجيرة دعا بكن دبيشتا أولادي تشترى دعاتكن درجة بلند به. ولفظ البيهقي بدعاء ولدك لك. اللفظ البيهقي بشكل بدعاء ولدي تشترى أف درجة بلند به. حديث هانيكي أخرجه البخاري بخاري جي أف حديث رواية كريه في الأدب المفرد نابي كتاباوية الأدب المفرد دور دا ذكر كريه. وفي الأذكار وغيره أذكار إمام النووي دا ودوكي دي جي قال كتابا دا هي قال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي أهل البقيع وقال اللهم اغفر لي حينا وميتنا. دشو يعني بقيع أو مزارلغي مدينة بو تشونا مزالغ وجوار دعات كتقول يا ربي أهلي بقيع عفوكي تقول هو تقصيراتي وان عفوكي يا ربي حي صات الصاغي ماجي عفوكي ومريه ماجي عفوكي. پیغمبر دعات كركو خيرات دعاج مريارة تنبونا پیغمبر ما افتشتهاني نتكر. وفي سنن أبي داود والبيهقي بإسناد حسن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت بيغمر وقتا ميتك دفن بكرانا وجدفنا ويفال بوبانا وقف عليه البالة سكني فقال يعني البرقبراوي سكني فقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت. دقوش براي خورا استغفار بكن طلب عفوكنا قنهي ويش خده تعالى بكن وبيا ربيت ثباتي بديه ده فإنه الآن يسأل چونكو فيغا سؤال جيتي كرني سؤال قبر مدبيجن منكرون كتكتين سؤال يتكن فيغا جي براي والسؤال تكني بيا ربي ده السؤال ده جوابي راست بكي نصيبي. قال الخلال حدثني أبو الحسن بن الهيثم البزار شيخنا الثقة المأمون قال رأيت أحمد بن حنبل بمديكو أحمد بن حنبل يصلي خلف ضرير يقرأ على القبور شخص كي لسر قبرات خند لسر يعني لبيوي إنساني كدناف قبراده لسر قبرا يعني لميشتكر دناف دا قرآن تخند لبي لميشتكر. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بيغمبر هاتي الروايات كرين أنه قالت بيقوت من دخل المقابر كسيهر ناف قبرا فقرأ سورة ياسين سورة ياسين بخوينة خفف عنه أو أهل قبرا عذاب لسروان سفكتبه يومئذ ويروجي خد تعالى يا عذاب واجبني راتك ويأخذ تجي عذاب وان سفكتك. وكان له بعدد من فيها حسنات بقاسي أهلي وان مقبرة شقا مريد ورده هنا بقاسي ويخوي تعالى خيراش وي إنساني كود چلور تخوينه. ونقل المحقق الكمال بن همام أو جزاتك يا عالم كي زحمزنا محققة في فتح القدير نابي كتابي فتح القدير هي في باب الحج عن الغير
أيضا عن الإمام الدارقطني أن رجلا بشخصك إمام الدارقطني جهات الروايات كان بشخصك سأل النبي صلى الله عليه وسلم بج رسول الله سؤال كر فقال كان لي أبواني أبرهما دبي ديوبابي مهبون من خير وخيرات الوات كرن بري يعني مقنجيب وات كر حال حياتي ما وقتها صاغب فكيف لي ببرهما بعد موتهما بشتي مرنا يعني جوارة بكم باشا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البر بعد موتهما أن تصلي لهما مع صلاتك وقتات الميجدكي جوان رجي الميج بك يعني مسألة الميجا نيفروتكي جدي وبابي خرجي الميجا كنيفروش بو قضاي وان بلكي قضايا ديوبابي تهبن يا ربي أزفيل ميجا هانيجيش بوانتكم وتصوم لهما مع صيامك وقتات روجي دقري جوارجي روجي بقرا يعني بديلا وان در روجي بقرا بلكي لسروان قضا هبن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة ببيركش جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهاتبا بيغمر فقال إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها بيديا من حج السرخ والنزر كربو وهي نقهاكو حج بك ومر عجب أجبدي لاوي وحجي بكم قال نعم حجي عنها أري رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب حجيش برف بك أرأيت لو كان على أمك دين أكنتي قاضيه كل سرديات أجر دينك هبونا ما ندفع قرت تديني ويبوي بدي اقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء حقي خديك وحج حقي خديه ويحقي بدا چونكو حقي خدي شهر حقي زيدتر دفي ورا أدا كرني أبي أجيب بخاري رواية كده صحيحة خده وفي سنن البيهقي سنن بيهقي ده هاتي الرواية كرن بإسناد حسن أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها ابن عمر دائما وقتا مريك دفن بكرانا لسر قبرا ويناكي أولي سورة بقر وباشيا سورة بقرة لسر تخوات وقال النووي إمام النووي قلت رحمه الله في شرح المهذب شرح مهذب يستحب للزائر أن يقرأ ما تيسر من القرآن يستحب للزائر أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي يعني تشتيكو وقتا مرف ميتيكي مرف مربا مرف كارا لسري تشتيكو مرف زانبا كاربا مرف لسري وقتا چو زيارتا ويس چو زيارتا قبراوي مرف لسري قرآن بخوينه او يهانكي ومرف جوان ردعا بك إمام شافعي جي افتشتهاني قبول كريا قوتيا واتفق عليه الأصحاب هوالي إمام الشافعي يعني فقيه وطلبي ويجي تبا ايكو الباي مذهبي وينا تبا افتشتها قبول كرنا وفي الرملي على المنهاج في باب الوصايا أن دعاء بوصول ثواب القراءة للميت مقبول قطعا قوتيا قطعا كمرف قرآن بخوين وخيراوي بدا مريا دعاء بكش بوك خودي خيرا وخوندنا مر بدا مريا افيا هاني مقبوله بفي شكل هاني قال الزعفراني سألت الشافعي رحمه الله تعالى عن القراءة عند القبر فقال لا بأس به بمج إمام شافعي برسي مقو عجبا مرب سرق قبرا مرب قرآن بخينا ما أفيا تشاوى قلت يعني تشتكي ضرراويتنية وقال أيضا والأصحاب يستحب أن يقرأوا عنده أصحاب إمام الشافعي يعني البي مذهبي وي قوت نبيا مستحبة كمرف قرآني لسر مريا بخوينه دناف قبرا ده وقتا مرف شو زيارتا قبرا وان مرف بخوينه قالوا فإن ختموا القرآن كله كان حسن أجر قرآن تفي ختم بك لسر مريا خوا أفيا تشتكي باشا وكذا نقله الإمام النووي وذكره في رياض الصالحين أفيا هاني أف قوتنا هاني إمام النووي جي ذكر كريا كمرف قرآن تبي سر قبريا ميتي خوب خوينا در رياض الصالحين أسكارا خدا أفيا آنية زمان وقال الشبرا ملسي على الرمل شبرا ملسي جي
أو جزات كتاباوي ناكي لسر رمالية هي إنه إن نوى ثواب قراءة أو دعاء عقبها بحصول ثوابها للميت أو قرأ عند قبره حصل له ثواب القراءة وحصل للقارئ أيضا الثواب. وقتا بخوينا وثوابا لسر مريا أو لسر قبراوان ووي خيري هدية وان بك هبي وان بك أو خير دقيجة مريا وبقاسي وي خيري جويرة جدمينة، يعني هم دقيجة وهم دقيجة مريا بفي شكل هاني. وقال الشيخ الإمام أحمد وقال الشيخ الإمام أبو محمد بن قدامة المقدسي ابن قدامة أو عالم كيج إمامي مذهبي إمامي حنبلية كتاب كوي زحف مظن هي المغني كتاباوي هي في آخر كتاب الجنائز من مغنيه نعبي كتاباي المغني آخر ويدا على مذهب ابن حنبل فصلون قلت ولا بأس بالقراءة عند القبر وقد روي عن أحمد أنه قال إذا دخلتم المقابر فاقرأوا آية الكرسي. بيج إمام أحمد هاتي الروايات قلت يختار شون سر قبرا آية الكرسي بخوينين وثلاث مرات قل هو الله أحد قل هو الله بخوينين ثم قل اللهم إن فضله لأهل مقارسون بشرة جبيج يا ربي خيرا فانا مدن أهلي فان مقفي مقبرها خوي تعالى سلامتي يبدا أو كما قد يا برنامج ما ونتبع أمانتي خديبن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.